هاقول لكم على طريقة سهلة جدًا لشوي البطاطا تطلع طرية زي الزبدة ومكرملة وسهلة جدًا وما بتحتاجش فرن كمان، هي طريقة قديمة مش جديدة، بس أنا لسه مجرباها، وهي إنه نجيب حلة أو صينية ده أو ده، بنحط فيها شوية مَيّة صغيرين، مش بنغرقها، إحنا مش هنسلقها، شوية مَيّة ونحط ورقة زبدة بالشكل ده بحيث إن المَيّة تخلّيها مندية، شوية مَيّة من تحت الورقة وشوية من فوق زي ما أنتم شايفين كده، وهنرص البطاطا، طبعًا بتكون مغسولة كويس جدًا، جدًا، وتبقى زي الفل زي ما أنتم شايفين كده، وهنغطيها بقى بورق زبدة تاني، وأنا باحط رقين علشان بس يبقى ماسك نفسه وما يدوبش على طول أو يتبل من المَيّة. وهنحط برضه شوية مَيّة بالشكل ده وبس كده، مش عايزين أكتر من كده، هنغطيها ونحطها على النار، نار هتكون هادية مش قوية، أولًا علشان ما تتلسعش وكمان عشان تستوي براحتها ومش هتاخد وقت. النتيجة خطيرة، ناس كتير بيبقوا مش عايزين يستخدموا الفرن أو ما فيش فرن متاح، الطريقة دي حلوة جدًا وسهلة جدًا. بُصّوا بقى، دي بعد ما استوت. زبدة، يعني زبدة بالمعنى الحرفي، حلوة جدًا، هتشوفوها كمان مكرملة إزاي من تحت، ما حطيتش أي حاجة، ما حطيتش سكر، ما حطيتش أي إضافات، طبعًا لو عايزين قرفة أو أي إضافات تانية ده بيكون وقت الأكل. بُصّوا بقى عاملة إزاي، بُصّوا لونها من تحت خطيرة مكرملة، حلوة أوي، أوي، أوي بجد وسواها حلو جدًا، أنا بالنسبة لي دي أحسن كتير من إن أنا كنت باشويها في الفرن، أنا كنت دايمًا باحطها على شبكة الفرن، بس هي دي الصراحة الوصفة القديمة بتاعة أمهاتنا وجداتنا. دي كمان أنا عملتها في الصينية عشان تشوفوها، يعني ممكن صينية وممكن حلة، ما فيش أسهل من كده، واعملوا أحلى وصفات من البطاطا، يا تاكلوها كده زي ما هي أو تعملوا وصفات حلوة، وهاقول لكم على وصفات حلوة للبطاطا في فيديوهات تانية بعد كده. بُصّوا مستوية إزاي، حلوة جدًا. كلوها بقى زي ما تحبوا، أنا عن نفسي باحب إنه أحط عليها شوية عسل وشوية مكسرات، يعني حاجة بسيطة كده عسل أو لو عندي كراميل بصراحة باستعمله على طول معاها، بيبقى تحفة، بتبقى خطيرة، في ناس ما بتقتنعش بيه، بس أنا باحب الكراميل مع البطاطا، وطبعًا رشة قرفة، يعني كلوها زي ما تحبوا. بصوا لونها، بصوا طراوتها، تستحق إن أنتم تجربوا الطريقة دي، في ناس كتير ممكن يكونوا عارفين الطريقة دي، بس أنا فعلًا ما كنتش مجرباها، ف أنصحكم جدًا، جدًا بيها، حلوة وخفيفة ونتيجتها مضمونة وأحلى سِوَى للبطاطا، جربوها وبألف هنا وشفا.